دثريني من حسني الملتاع ألوان العذاب، دثريني وارحلي لملمي شعثا. سلام الله عليكم أحبتي، إن شاء الله تكونوا كامل لاباس وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. الأم كلمة صغيرة وحروفها قليلة، لكنها على أكبر معاني الحب والعطاء والحنان والتضحية، وهي أنهار لا تغضب ولا تجف ولا تتعب، دائما متدفقة بالكثير من العطف الذي لا ينتهي، وهي الصدر الحنون الذي تلقي عليه رأسك وتشكو إليه همومك ومتاعبك. اليوم راح نحكي لكم قصة ماما زهرة وش فوتاتو. هي امرأة طيبة جدا، صادفتها في حياتي وكتب المكتوب وقعدت معاها وهي حكت لي قصتها. قد ما راهي صغيرة القصة قد ما تحمل في طياتها حزن وحسرة وخوف وعدم الرضا. نبداو. ماما زهرة عايشة هي وولدها وبنتها في بيت تاع ولدها. أقل ما يقال عنها أنه عاق، ولدها هذا عاق. يعذب أمه ويضربها بدون سبب، يحاوزها من الدار، ما يحبهاش معاه. ماما زهرة بعد معاناة 6 سنوات قررت أنها تهرب من البيت وتروح لدار العجزة مثل ما أخبرتني هي، حتى الله يأخذ أمانته. قبل ما توصل لعندي وقبل ما توصل دار العجزة، ماما زهرة فوتت 20 يوم في الشارع. تخيلوا معايا 20 يوم في الشارع في هذا الجو. مع العلم قصة ماما زهرة ما عندهاش أسبوع في هذا الثلج، ما عندها والو. كانت تفوت فيه في الشارع، لا لباس لا أكل لا أدنى الحقوق ما كانش، فقط جلبابها الأسود التي كانت ترتديه مرة. كاين ثاني الناس تاع الخير اللي وقفوا معاها وكل شيء. اسمعوا معايا هذا التسجيل ومن بعد نرجع. يسمح لدنيا الآخرة، يسمحي الواحد اللي عبد تاكل ساعة تكون يتنحى عليا نسمح بالفم وبالبي ما يحبش يرضى. فمي يقول هاي من عليك الشيطان خزيه بليس السماح، بس قلبي يبقى يخط. وهو ما يندمش، ما يقولكش انا ندمان، ما يرجعش. كي يبرد قلبه فيك باش يندم، يضرب يضربني بالله. شفت. كسرني في الخط، ضربني على ودني حتى توليت بالدم، ما نسمعش به. ضربني خنقني كي يكون سكران كيف، والخلع اللي تقتلني، الخلع اللي تخليني ما نتحملش، عيد نتحمل. شات خاطيني يدخل الشمبرة تاعي تلقى قلبي هذا فجرت يعني. هاي اي انسان عنده يوصل لحد وما يقدرش يتحمل فوقك. هكي قلت لي سمحت مره زوز ترجعي قلبي ما يحبش يسمح، يكتب بالفم ساعات نقول له اسمح، قلبي كنا تحكي له فرق على بنتي. شفته ما غادي والو، ضربوا غبا زراري بوفر الله نقطع نبكي للكلب. تبكي شيء مختي، يعوضك ربي، والله يعوضك ربي. راح نمشي في 5 ونبكي، نبكي له الطفل ويبكي مسكين، ما حسيتوش قلت له لي انا يبوسي مسكين عطاني 250. هو اللي اداني مسكين درزة وانا يدت. قالت ليش هاد اللعبة ما وليتش، ما عنديش ولاد، انا تعبت عليهم حتى كرهت. تعبتي يعني هذا هو الجزاء يعني. يقولك شو ما تخلع، يقولك شو ما كبرت فيك. حسب الله ونعم الوكيل. اظن ما كانش حاجه فوق انه الام ما ترضاش على ولدها.
ما كانش حاجه فوق هذه. ماما زهرة دركا راهي وصلت لدار العجزة واتصلت بيا واني نستنى منها اتصال اخر. الشخص هذا اللي راهو راقد ولا راقد وامه راهو في البرد ديالك في صحتها، ما على بالوش بلي ربي سبحانه فرض طاعة الوالدين بعد طاعته. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال الإمام الشافعي: واخضع لأمك وارضها فعقوقها إحدى الكبر. يا ريت يعني اي واحد ماشي غير هذا ولا واحد اخر يروح يسقسي اليتيم على امه واش راح يقول، يسقسي اللي فقد امه اللي عايش بلا ام واش راح يقول. مانيش راح ندير درس على الام لانه اصغر واحد يعطيني محاضرة على الام، لكن هذا الشخص من عندي نقول له هنيئا لك، ما ربحتها لا دنيا لا اخره، وحسبي الله ونعم الوكيل كما قالت هي.